ما لقيت العميل المحتمل، انا قلت مجموعه العملاء دول هم العملاء اللي انا هبدا اشتغل عليهم وهبدا بالعميل ده، يجي دور البري ابروتش او البري كول بلاننج اللي هي مرحله التخطيط قبل ما اقابل العميل. انت هنا هتبدا انك تعرف اكتر عن العميل. تعرف اكتر منين؟ تعرف اكتر من اي حد، من زملاء في المنطقه، تعرف اكتر من الويب سايتس، تعرف اكتر من السوشيال ميديا، تبدا تدور على العميل ده، تبدا تسال حواليه في المنطقه، تحاول تعرف معلومات اكتر عن العميل اللي انت هتبدا تتكلم معاه. ازاي نعمل كده؟ ان احنا نبدا نسال اللي حوالينا، نبدا ندور على السوشيال ميديا عن العميل ده. ممكن تدخل على لينكد ان، ممكن تدخل على الفيسبوك بيج بتاعته، تدخل على انستجرام. اعرف العميل ده بيفكر في ايه هواياته، حاول تفهم اكتر دماغه قبل ما تروح له اول مره، ده هيسهل عليك كتير. ولو انت قابلته قبل كده راجع الحاجات اللي انت قابلتها، لو دي تاني مره او تالت مره راجع اخر كول، راجع ايه اللي حصل فيها، افتكر ده انا عملت معاه كذا، اتفقنا ان انا هجيب له كذا، هعمل كذا، كان سألني على كذا، بحيث ان انت تبقى محضر نفسك للحاجات اللي هو طلبها منك وتبدا بيها الكول الجديده، عشان يحس ان انت مكمل معاه، مش كل مره زياره جديده وخلاص. طيب لو مش عارف توصل لمعلومات من السوق، حاول اول او تاني زياره او تالت زياره تقدر تجمع المعلومات دي قبل ما تبدا في عمليه العرض او انك تبدا تعرض المنتج بتاعك. طيب ايه اللي ما تعملوش في المرحله بتاعت البري كول بلاننج؟ انك تجيب معلومات سطحيه او تروح له كده على طول من غير ما تعرف ولا تسمع عن العميل ده، ولا تعرف هو بيفكر في ايه، ولا تسال عنه خالص.